بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أخواتي وإخوتي أينما كنتم داخل تونسنا العزيزة وخارجها، نودع اليوم شهر الصيام والقيام والرحمات، ونستقبل نفحات العيد وأجواءه وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم بموفور المغفرة والأجر، وأعاده الله عليكم وعلى ذويكم وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وخاصة مواطناتنا ومواطنين في المهجر الذين نسأل الله أن يجمع شملهم ويؤنس غربتهم. وفي هذا الإطار نتوجه بكل عبارات الشكر والامتنان لشبابنا الذي ساهم في زرع الأمل والبهجة في النفوس، سواء من خلال برنامج رمضان المحبة وتوزيع احتياجات الشهر الفضيل على المحتاجين، أو هدايا العيد، أو العديد من الأنشطة الأخرى. أنتم الأمل وأنتم الغد، والغد لكم أبنائي وبناتي. كما نسأل الله العلي القدير أن يحقن دماء إخوتنا في غزة وكل فلسطين الأبية، فالقلب ينعى أكثر من 50,000 شهيد راحوا ضحية أبشع آلة قتل إجرامية في تاريخ الإنسانية الحديث. فيا ربي بردا وسلاما على غزة، يا ربي بردا وسلاما على غزة. أخواتي وإخوتي، هذه السنة تتزامن هذه النفحات الكريمة مع الذكرى 86 لأحداث 9 أفريل 1938، والذي تقرر منذ شهر أفريل 1957 أن يكون هذا التاريخ عيدا وطنيا رسميا للشهداء. ففي مثل هذا اليوم من سنة 38 سقط عشرات الشهداء والجرحى برصاص مستعمر دخل في ثوب الحامي والمعمر، فنهب الزرع والضرع واستباح خيرات البلاد وعبادها، فنزف الوطن شهداء من بنزرت إلى رمادة، ومن جبال خمير إلى حصون صفاقس، وفي كل شبر من وطننا العزيز. وأغتنم هذه الذكرى المفعمة بالتضحية والفداء لأترحم على كل شهداء المقاومة الذين سموهم الفلاجة، ونسميهم المجاهدات والمجاهدين، كلهم لا أستثني منهم أحدا، من مصباح الجربوع إلى محمد الدغباجي وفرحات حشاد وغيرهم من سقى تراب تونس بدمه الزكي الطاهر. كما أترحم على كل شهداء الرأي، من الأزهر الشرايطي وصالح بن يوسف وكمال المطماطي وشكري بالعيد ومحمد البراهمي وغيرهم، دون أن ننسى شهداء ثورة الحرية والكرامة وشهداء حربنا على الإرهاب، من العريف الأول وليد الحاجي والعقيد الطاهر العياري بالروحية إلى نوارة بن قردان سارة الموثق، مرورا بأبطال كل القوات النظامية والمدنيين. هذا وأسأل الله تعالى أن يتقبل ضحايا الخبز والكرامة من الشهداء، وأن يتغمد شهداء الحرق من الشباب والشيب بواسع رحمته ومغفرته، فهم ماتوا يجاهدون الفقر والخصاصة وسعيا من أجل عيش كريم أضحى صعبا في وطنهم. فكلنا مشاريع شهداء أخواتي وأخوتي، نعم كلنا مشاريع شهداء الكرامة أو الخبز، ونسأل العلي القدير أن يلحقنا وإياهم بمنزلة الشهداء والصديقين، كما يقول تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. أخواتي وإخوتي، قبل 86 عاما هتف شهداء 9 أفريل 1938 مطالبين ببرلمان تونسي وحكومة وطنية. اليوم نردد نفس النداء ونطالب بنفس المطلب: نظام وحكومة يمثلان كل التونسيات والتونسيين، ويضعان مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، ويؤكدان على السيادة الوطنية. ما أشبه اليوم بالأمس، فالسياق التاريخي لأحداث 9 أفريل يشبه إلى حد كبير ما نعيشه اليوم من تأزم جيوسياسي وظروف اقتصادية واجتماعية صعبة وبطالة وفقر وانقسام سياسي داخلي واستقطاب إيديولوجي واحتقان اجتماعي وقمع للحريات. هل سنبقى ندور في حلقة مفرغة؟ هل سنظل نراوح مكاننا زهاء القرن من الزمن؟ لا، حان الوقت لكسر هذه الحلقة وتحقيق حلم شهداء 9 أفريل 38: برلمان وحكومة وطنية يعيدان الأمل والعدالة والكرامة لكل التونسيات والتونسيين. أخواتي وإخوتي، تجري الرياح كما تجري سفينتنا، فنحن الرياح ونحن البحر والسفن، وها نحن نجدد الدعوة لكل من يريد البناء المشترك، ونمد يدنا لكل من يؤمن بحتمية التعايش دون تخوين أو إقصاء، للتعويل على الذات بتضامن نحو القدر المشترك المحتوم، من أجل بناء وطن متجدد يجمعنا، وطن يضمن الفرص لشبابه
ويحترم مربيه وقدواته، وطن حر ذو سيادة. وقبل أن أختم أخواتي وإخوتي، نشكر كل من تفاعل معنا سلبا وإيجابا، وتأكدوا أننا نصغي ونتفاعل، وقد أعلنا في الأيام الفارطة على أولوياتنا السياسية، والتي هي إلغاء المرسوم 54 وإصدار صلح الحقوق والحريات وتركيز المحكمة الدستورية وتعديل الدستور بما يضمن التوازن والرقابة بين السلطات. وسنتولى تباعا الإعلان عن أولويات العمل الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بمقاربة جديدة تحفز خلق الثروة وتقطع مع سياسة تجميد الانتدابات العمومية والتقليص من كتلة الأجور، وتكرس الشفافية والرقمنة والمنافسة الاقتصادية الحرة، وتواصل منهاج الحرب على الفساد لنخلق معا دولة رقمية ذات سيادة تخلق الثروة النظيفة وتقول الحق في تناغم مع محيطها. عاشت تونس حرة مستقلة منيعة أبد الدهر. رحم الله شهداء الوطن والرأي والخبز والكرامة. ربي يحفظكم وربي يحفظ تونس.